راجعة ومحملة شيء وشويات، شكلها كانت في السوق. مطرح ما يسري يهري، تكون آخر لقمة إن شاء الله. هو ده الكلام اللي أنا بسمعه من حماتي وبنتها وأنا راجعة من السوق. وقبل ما أقول لكم هما ليه بيدعوا عليا بالشكل ده، هسيبكوا الأول تسمعوا الحكاية. بس الأول عايزاكوا كده تصلوا بينا على النبي، وتعملوا لايك للفيديو، وتشيروه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل حكاياتنا الجديدة. يلا بينا نصلي على النبي ونبدأ حكايتنا مع بعض النهاردة. أنا اسمي ميادة، ومتجوزة أحمد بقالي 3 سنين، ومخلفة ولد عنده 2 سنين، وجوزي بيشتغل وأنا كمان بشتغل، والحمد لله مستوانا معقول. ورغم إن أنا كنت بشتغل قبل ما اتجوز، بس الوضع بقى أصعب بكتير قوي من قبل الجواز، ومسؤولية البيت بقى واللي انتوا فاهمينه. والوضع بقى أصعب وأصعب من كده بعد ما خلفت ابني حمزة. ولما خلصت أجازة الوضع بتاعتي كنت ساعتها محتاسة وما كنتش عارفة أعمل إيه. كنت هسيبه فين لحد ما أرجع من شغلي. وفي يوم من الأيام لقيت أحمد جوزي بيقولي: مالك يا ميادة قاعدة شايلة الهم كده ليه؟ الأجازة قربت تخلص وأنا مش عارفة هعمل إيه في الولد. ماما عرضت عليا إن أنا أعديه عليها كل يوم وأنا رايحة الشغل يعني، بس ده هيبقى مشوار كبير قوي وبهدلة عليا وعلى الولد. وعلى إيه يعني تروحي آخر الدنيا؟ ما أمي موجودة أهي، وهو بيتها في وش بيتنا على طول. بصراحة كده أنا خفت أقول لها لحسن أحرجها أو أضايقها، ما حبيتش إن أنا أتقل عليها. انت عبيطة يا بنتي انت ولا ايه؟ هو انت يعني ماما هتقول حاجة يعني؟ دي هتلاقيها تفرح جدا، دي ما هتصدق. انا هتصل بيها دلوقتي وهقول لها على طول. وكان بيكلمني وهو واثق قوي لحد ما اتكلم معاها، ومن تعبيرات وشه اللي جاب 100 لون وقتها، طبعا وقتها توقعت ان هي رفضت. ولما رجعلي لقيت نفسي بسأله: ايه يا احمد مالك؟ هي طنط رفضت ولا ايه؟ لا، هي بتقول ان اختي بتبعت لها عيالها وان هي مش هتقدر تراعي كل العيال دي. طيب تمام مفيش مشكلة، بس يعني اختك مش بتشتغل، هو مين فينا اللي اولى؟ وبتبعت لها عيالها علشان تريح دماغها، لكن انا بشتغل وايدي بايديك علشان نخلص كل اللي علينا. معلش، تلاقيها بس محروجة من اختي ومش عارفة تقول لها ايه. ماشي يا احمد. عموما في واحدة صاحبتي بعتت لي ان هي فتحت حضانة جنب الشغل وبتاخد السن ده، وكمان بيشكروا في الحضانة دي، وبعدين ده يعتبر انسب حل، وما كانش قدامنا حل تاني. والحمد لله الحضانة طلعت كويسة جدا، وقدرت اقلم نفسي وبقيت انتهز اي فرصة، ولاقي نفسي فاضية اروح نازلة السوق، وبقيت اشتري كل اللي اقدر عليه، كل الحاجات اللي ناقصاني، خضار وفاكهة واي حاجة ناقصاني، وافرز الاكل كله في الفريزر. اهي انا قلت حاجة توفر شوية عليا الوقت، زي ما ماما علمتني بالظبط. وكنت بلاحظ حاجة غريبة قوي كانت بتحصل كل لما حماتي تيجي تزورني، الاقيها تقعد تقلب في الديب فريزر والتلاجة، وابص بعد كده بيومين الاقيها بعتالي ابنها الصغير، ولقيته بيقولي: ازيك يا ميادة عاملة ايه؟ الحمد لله يا عمر، ما تيجي تعال ادخل. لا معلش، اصلا انا عندي درس، بس ماما بتقولك ان احنا طب عندنا ضيوف فجأة، هاتي من عندك كيس صلصة وكيس بسلة. طيب ماشي حاضر، ثواني وهجيبهم لك دلوقتي. وادخل اجيب له الحاجة، ومرة تانية كيس عصير مانجا، ومرة تالتة تطلب مخلل. وكانت كل مرة بتطلب الحاجة اللي انا لسه عاملاها، وهي تكون لسه شايفاها في تلاجتي. واللي ضايقني اكتر واكتر هو اللي انتوا هتعرفوه دلوقتي كمان. في ايه يا ميادة؟ من وقت ما قفلت مع حماتك التليفون وانت قلبة وش، هو في مشكلة يا بنتي ما بينكم ولا ايه؟ لحد دلوقتي لا. بقولك ايه يا ميادة، اغزي الشيطان كده يا حبيبتي، ربنا ما يجيب مشاكل ولا حاجة. ميادة كده شكلها عايزة تقلب الترابيزة، ولا ايه رأيك يا ميادة؟ بس يا بنت انتي،
اسكتي خالص، ربنا ان شاء الله ما يجيبش اي مشاكل ولا اي حاجة من دي. وانت يا ميادة، بقولك ايه يا بنتي، بالراحة كده وفهميني فيه ايه. فاكرة يا ماما لما جيت وحكيتلك انها كل يوم تبعتلي ابنها الصغير عشان ياخد من الحاجة اللي انا مفرزاها وشايلاها علشان شغلي؟ ايوه يا بنتي، وقلتلك وقتها وماله يا حبيبتي، ما هو كله من خير ابنها، واعتبري يا ستي ان انا اللي بطلب. بس ده شقاية انا كمان يا ماما، مش انا كمان بساعده علشان نسد اللي علينا؟ وبرضه مش هو ده المهم ولا هو ده اللي مضايقني، بس انا اتأكدت انها بتيجي علشان تفتش الديب فريزر بتاعي وتدور على كل حاجة في التلاجة وتشوف ايه اللي عندي وبعد كده تطلبه. انا بحس انها بتستخسر حاجتي فيا، بتستخسر يكون عندي اي حاجة. عيب عليكي، مش انا قلتلك يا ماما؟ يا بنت اسكتي، اسكتي انت بقى. وانت يا ميادة، هو في ام يا بنتي هتستخسر النعمة في بيت ابنها برضه؟ مفيش الكلام ده طبعا. ما هي الحاجة الغريبة يا ماما انها مش محتاجة، يعني ميادة عندها حق برضه. ايوه بالظبط، انا اختي عندها حق يا ماما، هي مش محتاجة ولا بنتها كمان محتاجة، هما الاتنين ظروفهم احسن مني انا واحمد بكتير. يبقى ليه تاخد مننا الحاجة اللي احنا جايبينها بتعبنا وشقانا، واللي وقفت وتعبت علشان اجهزها علشان وقتي وعشان الشغل، وفي الاخر تاخدها وتديها للهانم بنتها؟ ده ايه الست الباردة دي هي وبنتها؟ لا يا بنتي، حرام عليها طبعا، دي لو طلبت من احمد ابنها عمره ما هيقول لها لا. وبعدين يعني دي بنتها قاعدة ومتستتة في البيت، ما تجيب هي الحاجات وتعمل وتفرز. ده حتى الولد رفضت تاخده علشان ولاد بنتها اللي اصلا امهم موجودة في بيتها 24 ساعة. والله يا بنتي ما انا عارفة ارد عليك اقولك ايه، بس معلش هتعملي ايه يعني؟ بصراحة يا ميادة، انا عمري ما شفت برود بالشكل ده، عمري ما شفت ام زي دي تاخد من بيت ابنها بالشكل ده بكل الجراءة والبجاحة دي. على رأيك والله دي ستكم مامة باباكو كانت بتدخل علينا محملة شيء وشويات، سواء هي ولا أمي، الله يرحمهم الاتنين بقى. وقتها يا جماعة كنت مغلولة ومتغاظة قوي، وفضلت أفكر أعمل إيه علشان ابنها يعرف وتقف عند حدها بقى شوية، لحد ما جات لي فكرة ولقيتها برضو بتفتش في تلاجتي، وأنا كنت لسه مفرزة بانيه في التلاجة، وتوقعت طبعا إنها هتطلبه مني، وعلشان كده رحت السوبر ماركت وجبت لها من البانيه الجاهز ده اللي هو في علبة، وجبت وزنها كبير كمان، وجبت برطمان صلصة، واللي حسبته لقيته. وفعلا يا جماعة ما كدبتش خبر، استنت يا دوب هما يومين ولقيت الباب بيخبط، ولقيت عمر ابنها الصغير جاي. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ وطنط عاملة ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، بس معلش ماما بتقولك هي قايمة تعبانة ومش قادرة تعمل اكل خالص، فياريت يعني تبعتلها بانيه من عندك وكيس صلصة. يا سلام، بس كده؟ وماله يا حبيبي، من عينيا. وبعد ما بعتلها الحاجات اللي هي طلبتها بقت تتصل بيا زي المجنونة، تررين تررين ورا بعض. وأول لما رديت عليها لقيتها بتقولي جرى ايه يا ست هانم، هو انت مش عايزة ترد عليا ولا ايه يا اختي؟ برن عليكي من ساعتها. الله، في ايه بس يا طنط، مالك بتزعقي كده ليه؟ ما انت شايفاني وانا لسه راجعة من الشغل ويا دوبك بعتلك الحاجة اللي انت طلبتيها، ودخلت عشان اغير هدومي واغير للولد الغلبان دوت اللي كان في الحضانة. هو ايه يا بت ان شاء الله الحاجات اللي انت بعتها لي دي؟ انت بتستعبطي ولا ايه؟ الله يسامحك يا طنط، انا برضو مش هرد على حضرتك ابدا. هو انت يا بنت انت عايزة تنقطيني ببرودك ده؟ هو انت لسه عايزة تردي عليا؟ ده انا مش هعدلك اللي انت عملتيه بالسهل ده، انا هوريكي يا ميادة. طيب يا طنط بعد اذنك بقى، اصل انا سايبه الاكل على النار دلوقتي، وسبتها ساعتها تهري وتنكد في نفسها وما ردتش عليها ولا سألت، لحد ما احمد رجع من الشغل ولقيناها بتخبط على الباب وعماله تزعق على اخرها، واحمد ما كانش فاهم حاجه. وزي ما هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل بينها وبين احمد جوزي. هو انت جيت يا سبع البرمبة؟ تعالى شوف مراتك اللي انت اتجوزتها بتعمل ايه في امك.
ما تستهدي بالله بس كده يا طنط. هو في ايه بس اللي حصل؟ انا بجد مش فاهمة اي حاجة. ايوه يا اختي ايوه، اتلقمي يا بت، اتلقموا قدامه كمان. الله، هو في ايه يا جماعة؟ انا مش فاهم اي حاجة، ما تفهمونا كده هو ايه اللي حصل؟ مش لما ابقى افهم انا كمان يا احمد ابقى افهمك ايه اللي حصل؟ طب رد انت عليا يا ماما وفهميني، هو ايه اللي حصل؟ هي ميادة عملت ايه؟ يرضيك يرضيك يا احمد يا ابني اطلب من مراتك حاجة في تلاجتك تحوشها عني؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده يا ميادة؟ ازاي؟ لا، ثانية واحدة كده، اخوك واقف اهو. تعالى يا ابني، هو انت طلبت ايه بالظبط مني كده لطنط؟ ماما طلبت مني اجيب من عندك بانيه وكيس صلصة. طب وانت اخدت مني ايه يا ابني؟ رد وقول. اخدت من عندك كيس بانيه كبير وكيس صلصة. طيب يا امي، هو في ايه بقى؟ انا مش فاهم حاجة. انا اللي بجد عايز افهم، هي مامتك مالها؟ ايه اللي مزعلها قوي كده؟ بس واضح كده بالشكل ده ان مامتك عايزة توقعني في الغلط. فلو سمحت بعد كده يا احمد مامتك تطلب منك كل طلباتها، وانت راجع من بره تجيب لها كل اللي هي عايزاه، ان شاء الله حتى تجيب لها السوبر ماركت كله. طيب يا امي، ما هي ادتلك كل اللي انت عايزاه اهو، وبعدين يعني انت لو طلبتي مني انا هقولك لا؟ انا بعد كده وانا جاي ابقى اجيب لك كل اللي انت محتاجاه وانا راجع من الشغل. ما قدرتش وقتها تفتح بقها ولا تقول له اي حاجه، ولا حتى تقول له انها بتفتش في حاجاتي، وانها عايزه من اللي انا بعمله بايديا علشان تريح بنتها اكتر ما هي كانت مرتاحه، وكانت تستناني بقى كل يوم وانا راجعه من السوق هي وبنتها، ويقفوا يستنوني ويعملوا اللي انت هتشوفوه. شايفه يا ماما، راجعه ومحمله شيء وشويات كانت في السوق، مطرح ما يسري يهري تكون اخر لقمه ان شاء الله. شايفه يا ماما، شايفه سايقه البرود ازاي؟ ده ولا كانها سمعانه. ايوه، انا ما كنتش برد عليهم لحد ما في يوم احمد رجع من الشغل بدري وسمع بنفسه تلقيح الكلام عليا واخد موقف، خصوصا وان هو كان بيشوف مامته وهي بتدي لاخته من حاجاتي، بس ما كانش بيرضى يتكلم معاها ولا يحرجها بالكلام، لحد ما قال لهم لو كنتوا محتاجين فعلا كنت هديكم عينيا، لكن ليه تعب وشقاية بيهون عليكم بالشكل ده؟ وكانوا ساكتين مش عارفين يردوا عليه. وقتها احمد حط حدود من غير ما يقطع صلة الرحم. الطمع يا جماعة، الطمع بيفسد العلاقات، ويا ريت بلاش حب ولادنا لينا وبرهم لينا يطمعنا فيهم، واحنا لو محتاجين اكيد هم مش هيقصروا معانا، وحتى لو طلبنا منهم يكون على قد حاجتنا الضرورية. وبلاش ندعي على ولادنا وعلى اهل بيتهم، وخليكم فاكرين الدعوة بتصيب. قولولي بقى، لو انتوا كنتوا مكاني كنت هتعملوا ايه وتتصرفوا ازاي؟ ويا ترى انا اتصرفت صح ولا غلط؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة، ويا ريت لو القصة عجبتكم تدعمونا بلايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في حكاية جديدة.